ينضم إلينا في الأستوديو محمد القدوسي الكاتب الصحفي، كما ينضم إلينا من واشنطن توفيق حميد كبير الباحثين في معهد بوتوماك للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بضيفي الكريمين. أستاذ محمد، نبدأ بالحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح 15 عاما حكم في حق علاء، كيف وجدت هذا الحكم؟ تأكيد لأننا في ظل نظام فاشي، نظام عسكري لا يملك إلا هذا، لا يملك إلا أن يغتصب النساء في السجون وفي الشوارع، وأن يغتصب الأطفال الذين ذهبوا إلى كوم الدكة كما أشرتم في خبركم السابق في سجن كوم الدكة، وضعوا مع جنائيين قصدا عقابا لهم على أنهم شاركوا في انتفاضة السجون. تصور أي نظام وحشي، يعني والله الجستابو والسفاك يبدون كملائكة رحمة إلى جوار هؤلاء الزبانية، وهذا بتعليمات من عبد الفتاح السيسي شخصيا، لأن عبد الفتاح السيسي شخصيا وباعترافه المسجل بالصوت ولكن هذا حكم صادر من المحكمة. أي حكم صادر من المحكمة بحبس أولاد متاخدين في مظاهرة عمرهم 15 سنة مع مساجين جنائيين خطيرين عمرهم فوق ال 30 وال 40 سنة. أنا أشير إلى موضوع الناشط علاء عبد الفتاح. نعم، علاء عبد الفتاح 15 سنة من إحدى المحاكم الاستثنائية. أؤكد أن كل الأحكام التي تصدر من بعد انقلاب 3 يوليو هي أحكام استثنائية ولا قيمة لها، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها أحكام عدلية ولا أحكام قضائية، لأنها صادرة من دوائر شكلت خصيصا لمحاكمة هؤلاء. هذا ليس هو القاضي الطبيعي. قضية الطبيعي حسب النظام القضائي المعمول به في مصر هو ان محكمة الاستئناف بتيجي في اول السنة بتوزع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، تقول الدائرة الاولى تنظر قضايا كذا، الدائرة الثانية تنظر قضايا كذا. ما لم توزعه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف فهو قضاء استثنائي. القضاء الاستثنائي اللي عمله نبيل صليب اللي هو رئيس محكمة النقض لما قال يا جماعة مين اللي عايز يشتغل معانا في حكاية الإرهاب، طب مين عايز يشتغل معانا ضد الإخوان. على أي حال اللي حصل مع علاء عبد الفتاح مش حكم قضائي على الإطلاق، هو يعني ما يشبه الاختطاف زي كل الأحكام اللي طلعت قبل كده، ولكن أيضا هذا هو ما نبهنا إليه، أنا شخصيا نبهت إليه علاء عبد الفتاح نفسه. قلت له يا علاء ما تشارك فيه في 30/6 سيؤدي إلى حبسي وحبسك، مش حبس أنا لوحدي، لأنك ستأتي بالعدو، ستأتي لنا بالزبانية، ستأتي لنا بحكم العسكر، العدو الذي يعاديني أنا وأنت من حيث كوننا مواطنين نحرص على لننظر أيضا إذا كان حكم قضاء أم حكما سياسيا. هنا سؤالي موجه للسيد توفيق حميد، إن لم يكن هذا حكم كما يرى البعض بأنه إنما هو حكم في حق بعض رموز ثورة 25 يناير وليس حكما مبنيا على قضاء، ما تعليقك؟ تعليقي أنه حكم قضائي، لأن القانون المصري واضح في أي حد يقوم بالاعتداء على رجل شرطة أو رجال شرطة العقوبة بتصل للسجن عدة أعوام، والوضع ده موجود عندنا في أمريكا حتى. يعني أي اعتداء على رجل شرطة في الشارع أو حد من FBI العقوبة 10 سنين سجن. فأنا أكلمك هنا عن أمريكا، والوضع ليس مختلف في مصر، إن الموضوع ليس مجرد تظاهرات. العقوبة لما تشوف حيثيات الحكم نفسها تجد فيها بوضوح ان كان في اعتداء على رجال شرطه وسرقه لاسلكي، جهاز لاسلكي من احد الضباط ايضا، وكان نتاج لهذا ان في حكم على المعتدين في هذه الموقعه او هذا ولكن الموقف. سيد توفيق، واحب ان انوه لشيء هام، ان القضاء المصري تفضل بإيجاز. أحب أن أنوه لشيء هام، أن القضاء المصري لو تذكر في حادثة على سبيل المثال بنات 7 الصبح اللي هم كانوا مجموعة من الإخوانيات أو مؤيدات لمرسي عشان نبقى أدق، القضاء المصري في النهاية أنصفهم وأخرجهم. يعني مش معقولة أن القضاء المصري حينما يعاقب أحد بقانون موجود مثله في العالم أجمع نعتبره قضاء مسيس، وحينما يصدر أحكام بالبراءة على بعض المنتمين لمؤيدي مرسي. طيب دعني أعطيك سيد توفيق، نسكت عن هذا دون أن نقول على الأقل أنه قضاء فيه عدل. دعني أعطيك بعض التفاصيل المتوفرة التي رافقت إصدار الحكم، ولك أن تحكم إن كان الحكم قضائيا صرفا أم له ظلال أخرى.
عندما صدر الحكم صدر قبل التوقيت المحدد له تقريبا حوالي ساعة حتى يحضر المتهمون ويقفوا أمام المحكمة. قبض على السيد علاء عبد الفتاح ومن كان معه أمام المحكمة ولم يكونوا حاضرين. هناك حديث عن عوار وعن خلل قانوني في كل الإجراءات، وبالتالي كيف يكون قضاء مبنيا على قضاء عادل وهو بهذه التفاصيل؟ شكرا على سؤالك. أنا ما أعلمه يا سيدي أن محامي السيد علاء عبد الفتاح وقف أمام القاضي وقال له إني حضرت بالنيابة عن السيد علاء عبد الفتاح. الوضع الطبيعي أن يقول حضرت ومعي المتهم وليس بالنيابة عنه. بالنيابة عنه كانت لها معنى واضح أن السيد علاء عبد الفتاح لن يحضر المحاكمة، وقد يكون هذا هو ما دفع القاضي إلى افتراض أنه غائب أو لن يحضر المحاكمة، لأن المحامي تكلم بالفعل وقال حضرت بالنيابة عنه بدل من حضرت ومعي السيد علاء عبد الفتاح. الأمر الثاني أن إذا كان هناك خلل معين في الإجراءات فأنا أرجو تحديد هذا الخلل بدقة بدلا من إطلاق الاتهامات جزافا بدون دقة. فإذا كان هناك خلل معين فلنرى هذا الخلل. طيب أستاذ محمد، إذا أنت وصفت أستاذ توفيق اللي أنت قلته حضرتك دلوقتي حالا ده خلل. ليه؟ لأن أنا في محكمة. يعني إيه في محكمة؟ يعني بقول وبسمع. إذا جه المحامي حضر أمام القاضي وقال له أنا حضرت بالنيابة عن فلان، هنا يتوجب على القاضي أن يسأله وهل فلان موجود؟ فإذا قال له لا فبها ونعمت، وإذا قال له نعم فبها ونعمت. هنا ينجلي الموقف، لأن القاضي لا يقضي بعلمه، فما بالك إذا قضى بظنه. أنه لم يقل له ذلك؟ عفوا يا أستاذ توفيق، حضرتك قلت أنه استنتج كذا، يعني ظن أن كذا. إذا كان في القانون القاضي لا يقضي بعلمه فما بالك بالظن. قلت قد يكون يا فندم يا استاذ توفيق. طيب انا قلت هو هذه التفاصيل. انا لم اقف عندما قلت انا وما قلته طيب صحيح. لننتقل انا أستاذ وقفت محمد. عند اللي انت قلته فطلع حتى في حدود اللي انت قلته الاجراءات غلط. استاذ محمد، ايضا هناك موضوع اخر ايضا. عفوا استاذ توفيق، لا يغير من ان هناك عقوبه. طيب لا بأس. اشرت كل واحد منكم اشار الى نقطه مفصليه فيما يتعلق او تفصيليه فيما يتعلق بهذه المساله. ما جرى الآن الموضوع الطاغي على الساحة المصرية ما يتعلق بموضوع التحرش والصدى الذي أحدثه حتى على مستوى العالم. ما تعليقك على أن الرئيس ذهب إلى إحدى الضحايا وقدم اعتذارا رسميا لهذه السيدة؟ بس للظروف انه ده في ميدان التحرير، وان ده اتصور ونزل على يوتيوب. أمة لا إله إلا الله وخارج أمة لا إله إلا الله شافوا هذا المشهد المخزي والمزري والمزعج إلى أقصى حدود. إن في ميدان التحرير في نفس اليوم حسب تقارير منظمات حقوقية عاملة داخل سلطة الانقلاب وبعلمها وبرضاها في 9 حالات اغتصاب كامل حصلت في ميدان التحرير. دي ناس نازلة تحتفل منها لنفسها، مفيش أعداء في الموضوع ولا حاجة. يقوموا يقلعوا الستات هدومهم لما يبقوا عرايا كما ولدتهن أمهاتهن. هل هذه مسؤولية مجتمع أم مسؤولية سلطة؟ مسؤولية من؟ دي مسؤولية مين بقى يا سيدي؟ ده مسؤولية ما أنا قلت لك عبد الفتاح السيسي. الذهنية اللي جاي بيها ذهنية كشوف العذرية. هذا هو الرجل اللي تفاخر بأنه أجرى كشوف العذرية، وكشوف العذرية في العالم كله وفي القوانين. ويا ريت الأستاذ توفيق حميد يقول لنا إيه موقف القانون الأمريكي، بما إنه كل شوية عمالين يقول القانون الأمريكي بيقول القانون الأمريكي بيعيد، وده كلام فيه الحقيقة في تجاهل للفرق الكبير في سياقات الاستدلالات وفي غيره. يا ريت يقول لي إيه موقف القانون الأمريكي في إجراء كشف عذرية على فتاة أو على سيدة دون رضاها. إذا ما كانش ده في القانون الأمريكي جريمة تحرش تستوجب أقصى عقوبة فأنا ما بعرفش حاجة. يبقى إذا أنا بصدد حاكم متحرش. عبد الفتاح السيسي هو قائد التحرش وهو قائد الانقلاب. فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. سيد توفيق، وسائل إعلام أمريكية حملت الرئيس المصري مسؤولية ما يجري وأنه بشكل مباشر يتضرر مما جرى. شوف حضرتك، في أكثر من نقطة هنا. النقطة الأولى أنه حينما يقوم جندي في الجيش الأمريكي بتصرف معين بيؤخذ منه موقف، ولكن لا تستطيع أن تلوم القيادات كلها على تصرف جندي. يعني مثلا في 26,000 حالة اغتصاب بتتم سنويا، ده إحصائيات في الجيش الأمريكي.
طبعا نحن طبعا يعني اكثر من مره الرئيس عفوا الامريكي توفيق عفوا بيعتصم، استاذ محمد الرئيس استاذ الامريكي محمد استاذ محمد استاذ توفيق فقط الرئيس يعني الأمريكي عفوا فقط لا ساعطيك والله ساعطيك فقط نقطه تفصيليه ثم لا عفوا ساعطيك المجال كافيا. لم اتكلم اكثر من 20 ثانيه. لا تكلمت اكثر من 20 ثانيه، ساعطيك المجال. هل اتكلم ساعطيك الفرصه كامله، ولكن فقط نقطه نظام. نحن نجري مقارنات بين الحاله الامريكيه والحاله المصريه، وهذه المقارنه غير وارده على الاطلاق لانه لا تشابه لا تقاطع بين الحالتين. تفضل. أنا دعني أكمل تفضل. الأمر الثاني وهو الأهم أن سألتني عن موقفي من زيارة الرئيس السيسي للضحية، وأنا أرى أنها لفتة رائعة لتشير لكل إنسان مصري أن رئيس الدولة يهتم بأضعف شخص في المجتمع. وأنا أقارن ذلك بما حدث في مارس 2013 لما تم الاعتداء، ودي في النيويورك تايمز بتاريخ منشورة 25 مارس 2013 تم الاعتداء على 18 امرأة في مظاهرات في مصر أثناء محمد مرسي، اعتداء جنسي، وتم استخدام فيه آلات حادة ضدهم في أماكن حساسة. ولم نرى الرئيس مرسي حين ذاك يذهب احتراما لواحدة منهم ليقول لها أنا آسف أو سأخذ لك حقك، بل على العكس من ذلك تماما. فقد رأينا أن أنصار الاتجاه الإسلامي السياسي يلقون باللوم على الضحية ويقولوا لماذا ذهبوا إلى هناك. فأنا أرى أن ما فعله الرئيس السيسي شيء مشرف، ونقارنه بما فعله مرسي حين ذاك في 18 حالة، والارتكل منشورة بتاريخ 25 مارس في نيويورك تايمز. ماذا عن الاعتداء على سجينات في سجن القناطر؟ هن أيضا مصريات موجودات، وإن كن تحت طائلة القانون، ولكن هن سيدات مصريات أيضا تم الاعتداء عليهن في سجن القناطر. ماذا عن مسؤولية الرئيس السيسي في هذه الحالة؟ إذا كان حدث هذا الأمر فلا بد أن يأخذ الرئيس السيسي نفس الموقف تجاه حماية أي امرأة أو فتاة مصرية، سواء كانت إخوانية أو غير إخوانية. الأمر هنا هي مصرية، وبالعكس أنا أضيف أي امرأة على أرض مصر الرئيس السيسي أنا أعتقد أنه سيحميها. فأنا إذا كان تم هذا الفعل هنفترض يعني أنه تم اعتداء عليهم افتراضا جدليا، فأنا أرى أن هو لابد أن اللي عملوا هذا الاعتداء يعاقبوا، يعني ما فيهاش مناقشة. ولكن ما يهم في الأمر وصف ما فعله السيسي ومقارنته بما حدث أيام مرسي، فلنرى الرجل يتصرف بصورة ويرسل رسالة رائعة لكل مصرية ومصري أنه يهتم بأضعف الضعفاء. سنواصل حديثنا، ولكن فقط نستعرض بعض الأخبار، حيث قال مصدر أمني إن جنديا بالقوات المسلحة قتل وأصيب ضابط عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة تابعة لأحد الأجهزة الأمنية أثناء سيرها بمنطقة جسر الوادي بالعريش شمالي سيناء. وقد نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف المصدر الأمني أنه جاري تمشيط المنطقة بحثا عن المشتبهين. تأسس حزب النور عقب ثورة يناير بمرجعية سلفية، وبرز على الساحة بعد فوزه بنحو 22% من مقاعد مجلس الشعب عام 2012. تعرض بعدها لأزمة حادة انتهت بانشقاق رئيس الحزب وعدد من القيادات، وأحدثت مواقفه السياسية المؤيدة للانقلاب جملة من التساؤلات عن دور الحزب ومستقبله السياسي في الفترة المقبلة. أول احتكاك فعلي لحزب النور مع الناخبين كان في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكان أداؤه جيدا حيث جاء في المركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. وبعدها تم اختيار عدد من أعضائه للمشاركة في لجنة صياغة دستور 2013. ورغم اهتمام الرئاسة في عهد مرسي بحزب النور، إلا أن ذلك لم يمنعه من المشاركة في دعم الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في مصر، بل ومباركة كافة خطوات ما سمي بخارطة الطريق بعد ذلك. شارك في تأييد الدستور الجديد وحشد أتباعه ومناصريه لإنجاح الاستفتاء، وأيد ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة على أمل أن ينال حظه من توزيع الكعكة السياسية. فكان تواجدنا في الفريق الاستشاري للرئيس لو طلبنا احنا ليس عندنا مانع، وكذلك في الوزارة القادمة بما انها اتت عن طريق رئيس منتخب، فتعتبر الوزارة اللي هيكلفها تعتبر وزارة من قبل انسان منتخب،
فإذا عرض علينا وزارات فهنبحث الأمر، وهذا الأمر ممكن يعني. لكن هل ينال حزب النور ثقة الناخبين في المرحلة القادمة أم أن هناك متغيرات ربما تفرض واقعا جديدا؟ لا أدري بالضبط يعني ما هو ثقله في الحياة السياسية في المرحلة الراهنة. الانتخابات البرلمانية القادمة هي وحدها التي تحدد ما إذا كان لهذا الحزب ثقل جماهيري. بعض المحللين يرون أن النور أدرك أن اتجاه الريح قد تغير، وأن وجوده في ظل سلطة جديدة جعله يدفع ثمنا باهظا في تغيير صورته، خاصة ضمن قاعدة التيار الإسلامي. كان لافتا للجميع غياب حزب النور عن مراسم تولي السيسي منصب الرئاسة، وربما دفع هذا البعض للتساؤل عن مصير الحزب، خاصة مع وجود مادة في الدستور الجديد تحظر تكوين الأحزاب على أساس ديني. ربما يكون حزب النور قد خسر كثيرا بعد صمته عن الانتهاكات والاعتقالات التي لم يسلم منها أفراد الحزب أنفسهم، إضافة لقيود جديدة فرضت على التيار السلفي، منها تقنين دوره في المساجد والمؤسسات الاجتماعية. لكن المؤكد أن الفترة القادمة ستكون كفيلة بالإجابة عن أي تساؤل حول هذا الحزب ومستقبله السياسي. معنا عبر الهاتف من بني سويف شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور. أهلا بك سيد شعبان. شعبان، كيف تصفون علاقتكم حاليا بالسلطة الحالية في مصر؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني واضح للجميع أننا شاركنا في صناعة مستقبل مصر خلال فترة 3 يونيو، عندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من انسداد سياسي كامل، وبالتالي نحن شركاء في الخارطة السياسية، وهذا الموقف اتخذناه من خلال دراسة الواقع ودراسة المفاسد والمصالح والمآلات. هذا موقفنا، ونحن نشارك حتى الآن وسنشارك مهما كانت الأحوال. بما أنكم شركاء كما قلت سيد شعبان، هل أنتم موعودون بحقائب وزارية، بامتيازات معينة من قبل السلطة؟ نحن أولا لا نرحب بالمشاركة في الوزارة أو في أي منصب تنفيذي إلا من خلال انتخابات، أي بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لكننا لا نرحب بعملية التعيين، ونود أن تكون الوزارة القادمة وزارة تكنوقراط مستقلة حتى تقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية وتكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والأحزاب وغيرها من المستقلين. هل هذا هو موقف حزب النور أو موقفك الشخصي؟ لأن بعض القيادات تقول لو سلمت لنا بعض الحقائب فلا بأس. هذا موقف الحزب، هو ما يفضله الحزب، لكن رؤية رئيس الحزب أنه إذا تم طلب المعاونة من حزب النور سيعرض على المجلس الرئاسي، وأنه لا مانع أن يساهم في كل ما يعني يسهم الحزب بكل ما يستطيع في تحقيق المصلحة العليا، لكننا نفضل ألا يشارك الحزب حتى تكون الحكومة القادمة حكومة مستقلة، وهذا ما كنا نطالب به حتى من قبل أيام 30/6. البعض يشكك في تواجدكم في الشارع أو قوتكم على مستوى الشارع، ويدلل بأنكم لم تستطيعوا حشد الناس للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية السابقة. في حقيقة الأمر يجب أن نعترف أن ما أصاب التيار السياسي الإسلامي من نقص في شعبيته هذا كان واضحا من قبل 30/6 في حقيقة الأمر، نتيجة الفشل في إدارة الدولة والاحتقان الذي كان يحدث بسبب المشكلات المختلفة التي كان يواجهها المصريون. ومن بعد 30/6 أيضا ساهم الإعلام في تشويه التيار الإسلامي بصفة عامة، وبالتالي نحن يعني جزء من التيار الإسلامي الذي تعرضت شعبيتنا لهذا، لكن ما لبث أن يفهم الناس هذا الموقف السياسي لحزب النور وتصرفاته العقلانية والموضوعية وأنه دائما لا يكون مصادما للدولة، فبالتالي بدأ الكثير من المواطنين يفهم الحقيقة، وبالتالي ستعود شعبية الحزب تدريجيا إن شاء الله. أشكرك. كنت معنا من بني سويف شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور. نقلت جريدة الأهرام عن مصادر حكومية استمرار عدد من وزراء الحكومة المستقيلة في التشكيلة الوزارية الجديدة التي يرأسها إبراهيم محلب. وأضافت الأهرام أن من بين الوزراء المستمرين نبيل فهمي وزير الخارجية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، بالإضافة إلى عدة وزارات أخرى منها التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي. وأشارت إلى احتمالية دمج بعض الوزارات واستحداث حقائب خاصة بالعشوائيات وتنمية سيناء وأخرى لنهر النيل.
نعود إلى ضيفينا هنا في الاستوديو، محمد القدوسي الكاتب الصحفي، ومن واشنطن توفيق حميد كبير الباحثين في معهد بوتوماك للدراسات السياسية. أستاذ محمد، كعينا حزب النور وما قدمه قبل قليل أحد قياداته، والحديث على أنه سيتم تصفية العديد بدليل أن الدستور المصري يمنع تشكيل أو تكوين أحزاب على أساس ديني. هل تعتقد بأن الحبل على الجرار؟ قبل قليل كنت أشرت إلى موضوع على عبد الفتاح وأنك قد حذرته من قبل. أنا بس هوضح فيما يخص حزب النور مسألة بسيطة جدا. الأستاذ شعبان عبد العليم دلوقتي حالا قال لنا إن هو يفضل أن يأتي بالانتخابات. طيب هو كان حضور حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي بالانتخابات برضو؟ يعني في انتخابات هننتخب الناس اللي هيحضروا حفل التنصيب، هم لم يحضروا حفل التنصيب، تواجدوا في مشهد الانقلاب لتمريره لإسباغ صبغة إسلامية زائفة عليه، ثم بعد ذلك قضيت حاجتي من جارتي زي ما بيقول المثل عندنا في مصر، وألقي بهم إلى حيث ذهبوا وانتهى الأمر. الحقيقة الموتى يبعثهم الله. أنا لا أحب أن أتحدث عن أوهام ولا عن أشباح. أما حكاية ولكن هو ما زال يقول بأننا نحن شركاء. عفوا هو يقول اللي هو عايزه. عفوا دلوقتي انت بتقول انا مش عايز اشارك في الوزاره ديت الا بالانتخابات. طيب هو مش في الوزاره ديت حزبيين؟ مش في ناس بينتموا الاحزاب، منير فخري عبد النور مثلا وغيره، مش هم بينتموا الاحزاب برضو؟ طب اشمعنى وانتم معتبرين نفسكم خارج سياق الاحزاب المصريه؟ انتوا يعني ولاد البطه السوداء، انتوا اخر ناس واقفين في الصف، لما يبقوا الناس ينتخبوكوا تبقوا تيجوا. اذا هذه ليست وزاره مستقله. يقول لك اصل احنا عايزينها تبقى وزاره تكنوقراط، وانتوا حزب خالي من التكنوقراط. طيب. حزب ما فيهوش كفاءات. دعني اسمع فقط لان الوقت دهمنا. استاذ محمد، ضيفي في واشنطن استاذ توفيق ايضا عن نفس النقطه، مساله التنكر لمن كانوا جزء من المشهد في يونيو. هناك وكأنه يعني الحبل على الجرار، هذا بعد ذلك يتم تصفيتهم أو إبعادهم من ضمنهم حزب النور. أنا أعتقد أن إبعاد حزب النور ليس قضية النظام مع حزب النور، ولكن هي قضية الشعب ذاته. كما ذكر الضيف الفاضل من حزب النور أن هناك انهيار في شعبية الإسلام السياسي، وأثر ذلك على حزب النور نتيجة أداء حكومة مرسي وأمور أخرى. فملاحظته تؤكد أن الرفض لحزب النور ليس قضية النظام ضده، ولكن الشعب نفسه تحول ضده لدرجة معينة أو لدرجة كبيرة. وقد أعتقد على ما أدري أن الكثير من داخل حزب النور بدأوا يفضلوا أن يركزوا على الدعوة فقط ويبعدوا عن المعترك السياسي، لأنه تسبب في أذى أيديولوجي وفكري لهم على أرض الشارع. فأعتقد ده من الأسباب الرئيسية اللي مخليهم بدأوا ينقوا عن موضوع السياسة، لأنهم وجدوا من التجربة أن نتاج ذلك هو نتيجة سلبية عليهم أو ضدهم. توفيق حميد كبير الباحثين، كنت معنا من واشنطن، وكذلك أشكر ضيفي محمد القدوسي الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لكم.